السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاعمل لكم المحشي بطريقة سهلة وبسيطة، وهنخرج عن العادة إن إحنا نعمل تسبيكة المحشي. لأ، إحنا هنعملها هنا بطريقة تانية سهلة وبسيطة. في الكبة هنحط 4 بصلات متوسطين. نحط معاهم معلقة كبيرة إلا ربع من الملح. هنحط فلفل أخضر عادي وفلفل حراق. نسبة السبايسي دي انت هتحكمي فيها بقى، لو انت حباه يعني حراق جامد او لا، فانت دي براحتك يعني. نحطها هنا في الكبة. هنفرم المكونات دي كلها مع بعض اهو. هنا بقى جبت حزمة من الكزبرة، وحزمة من الشبت اللي هو الشمار زي ما احنا بنقول عليه. فاحنا هنحطهم برضو في الكبة مع بعض. انا هنا كنت حطيت الثوم. حطيت 4 فصوص من الثوم، انا هنا ما جبتهاش في التصوير. هنركن كده الخلطة بتاعتنا على جنب. هنجيب الرز المصري. انا عملت كيلو الا ربع من الرز، علشان اصلا انا عاملة كيلو من الفلفل الابيض والاسود. سوري، كيلو من الفلفل وكيلو من البتنجان الابيض والاسود. هنحط الخلطة على الرز. لا، مش مليانة يعني الا ربع برضو من الملح. هتظبطي الملح انتي مع نفسك كده. هنحط معلقة كبيرة من الكمون والكزبرة، ونص معلقة من البابريكا. هما دول التوابل اللي انا هحطهم. وهحط هنا طماطم، يعني كده 8 حبات من الطماطم كده في الخلاط هضربهم، برضو متوسطين. برضو درجة اللون او يعني انت حابة تخليها يعني حمرا شوية، لا خفيفة براحتك الطماطم برضو. هنقلب ده كله مع بعض. انا لحد دلوقتي ما حطيتش اي حاجة على النار اهو. عملت الخلطة بتاعتي هنا بقى. هحط 4 معالق من الزيت. الزيت هنا هيدي الرز لمعة حلوة، وهيخليه كده مفلفل في الحبة نفسها، في الحلة لما تسويها هتبقى مفلفلة كده معاكي خالص ومش لازقة في بعض. هتبقى الحبة بحبتها، يعني هتبقى الرزاية كده هتلاقيها يعني مفلفلة كده وحلوة. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده تاني. هنا بقى التبطينة بتاعت حلة المحشي. هجيب بصلاية هقطعها سلايس كده اهو، شرايح كده. احطها في أرضية المحشي. وطماطماية برضو، وهقطعها شرايح برضو. هحطها في الأرضية بتاعت المحشي، بيدي طعم جميل جدا للمحشي من تحت. أنا هنا البتنجان كنت مقوراه وحطاه في مية وملح، يعني أهم حاجة نحطه في مية وملح. وبعد كده نشطفه كويس من المية والملح، وبعد كده نحشي. في الحشو هنا علشان الرز هنا ني اصلا، يعني مش متسبك على النار. فانا ما ينفعش يتملي جامد، يعني هنحط كمية قليلة في البتنجانية او في الفلفلاية نفسها. انا عملت بالمعلقة هنا، فانا مش هعرف اكمل بالمعلقة بصراحة، لاني بتاخد وقت. فانا هكمل بايدي. كده في الحلة اهو. حاول مملاش البتنجانية نفسها علشان ما تفرقعش مني وقت السوا. يعني ما تمليش كده، سيب قد كده يعني، شوية كده يعني قد 3 سنتي 2 سنتي كده، حاجة بسيطة من فوق، علشان ما تفرقعش كده. أعمل بإيدي لأن بصراحة بالمعلقة يعني البتنجان صغير، فمش نافع ان انا احشي بالمعلقة.
بجد هتاكلي احلى محشي بالخلطة دي. انا عارفة ان الخلطة دي اللي هي بنعملها في الممبار اصلا، بس حبيت اعملها في المحشي هنا. الفلفل اللي هو اربع يعني اربع اتجاهات كده من تحت، هو ده اللي بتاع المحشي. لكن التلاتة ده ما بيبقاش حلو، بيبقى طعمه فيه تمريرة كده شوية، بيبقى ممرر. لكن اللي فيه أربعة من تحت ده بيبقى طعمه جميل جدا في المحشي. اهو شايفين انا سايبة مسافة ازاي؟ يعني انا سايبة شوية كتار كده، يعني سايبة مسافة فاضية كتير. شايفين سايبة مسافة برضو، يعني سايبة مسافة حلوة ان هي فاضية. اهو. هنا كنت خلصت كل الكمية بتاعتي ما شاء الله. يعني اخد الرز كله والحمد لله. هنا بقى هحطها على النار، هيكون مجهزين الشوربة بتاعتنا اهو، ومظبطة الملح بتاعها وكل حاجة. هنحط ما يعني ما نحطش الشوربة كتير علشان المحشي ما يبقاش يعني ما يبقاش مستوي جامد ويفرقع مننا في السوا. هنا حطيت معلقتين من الطماطم اهو. شايفين يعني المية تحت الفلفلاية اللي هي الصف التاني يعني اهو. انا حطيت معلقتين من الزيت قبل السوا برضو على النار. وهنا بقى المحشي بتاعنا كان استوى، ما اخدش وقت كتير والله، يعني يا دوب كده. آه بصوا كده هفتح لكم واحدة، هتشوفوها مستوية جدا اهو. يعني وبصوا من جوه كده الرزاية برزايتها كده، بصوا الواحدة بوحدتها كده، اللي هو مفلفلة خالص ومش معجنة. والطعم والله ولا اروع، جميل جدا وخفيف، ومش هتحسي ان انت هتتعبي او يعني عارفه ان هو تقيل شويه في الصيف، لكن ده خفيف جدا. هتحسي نفسك ان انت اكلتي حاجه يعني خفيفه جدا وجميله. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبتكم. بالهنا والشفا.